فلفل. حطيتي ايه؟ ملح وفلفل وبهار وشويه كركم وشويه بابريكا. واديني حتى شطه. بابريكا. بس اسكندراني بتبقى مولعه ولا مش اسكندراني يا زوز؟ ايوه اسكندراني. ممصراوي. الكبده دي ممصراوي يا جماعه. تبقى حلوه. الفحم ده احنا كنا شارينه واحنا في المصيف مناسب بقى. قطعت هنا بقى قرنين شطه كده، مش حامين قوي ومش باردين قوي، يعني متوسطين في الحموضه. طبعا الشطه بتاعت الشتا ما بتبقاش حاميه قوي. اهو نقلبهم بقى فيها كده. كل خضار الشتا مسكر، كل خضار الشتا جميل. بس زوزة مش راضيه تعمل لي فراخ. ينفع زوزة مش راضيه تاكلني سمك يا جماعه. ليه يا زوزة؟ يا جماعه ده بقالي دلوقتي 10 ايام. تقولي هنطبخ ايه النهارده؟ اياد عنده برد. لا نجيب سمك. تقولي لا 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 مش هجيب سمك، انا عندي برد. عشان اياد. اياد تعبان. ماشي يا زوزة. حسام تعبان. يعني احنا هناكل واياد ما ياكلش؟ جيت بقى لما انا جالي برد تقولي احنا هنجيب سمك. بس عارفه يا زوزة السمك ملوش دعوه بالبرد. بيقول لك السمك والبيض بيقوي المناعه، ما بيعملوش حاجه في البيض. هنحط بقى نص كميه الثوم بقى ني كده بعد ما حطينا الفلفل. لا بس انا ما بحبش التوم ني، انا التوم برضه يتشوح. يعني نحطه في النص كده يتشوح بس. يقول لك الفسيخ ما يبقى عندك برد ما تاكليش فسيخ. ده بالعكس، ده الفسيخ اللي بيطرد البرد، والسمك برضه بيطرد البرد. مش هتعملي لي طب فسيخ يا زوزة؟ هنعمل ان شاء الله. اي حاجه يا بكره هنسال الراجل بتاع السمك نفسي اطلب منك حاجه كده تعمليها على طول، مش نقعد 20 يوم، شهرين 3 4. بس احنا بعت جبنا الاكياس ما جاتش بيضه، فانا ابعت اشتري كيس. يعني انت واقفه نفسك على الاكياس؟ لا واقفه نفسي، احنا جايبين الملح وبعدين وعايزين كركم وشطه. انا شاريه من كارفور. طب ما كنت في كارفور يا زوزة. ما جبتيش ليه؟ انت ما قلتليش. كنت في كارفور وعامله عروض وحاجات جميله قوي. ازاي تخلي؟ ماشي. بقى يا جماعه بشويه ميه. حلو. الفحمه كده خلاص يا زوزة. احنا بنعمل الاكل الساعه كام؟ الساعه 1. احنا بنعمل الكبده دي الساعه 1 بالليل يا جماعه. لا الساعه 1 الا حاجه. حلوه بس سخنه. عايزه ملح. لا واتش بقى طفتي. جبنا بقى كده حته سمنه حطيناها في النص، دي اللي هنطفي بيها الفحم. شايفين بقى زوزة دخلنا الدنيا ما جتش في السمنه قوي يا زوزة. طب استنى نشوفه. لا عايزه اعمل اهو. يلا اقفلي بقى، نقفل عليه كده ونسيبه ونرجع. نعيش فين يا جماعه؟ الشنطه دي 5 جنيه. فيها كام واحده يا زوزة؟ نشوفها. ما شاء الله كبيره. 10. حلوه اهو. في عيش طازه واحمر. قطعه بقى ونجهزه. الفرن ده مشهور عندنا. مش هنقول اسماء. اهو. لا لو حد من المنصوره وفرن فينيسيا في قناه السويس. بس حاجته نضيفه بصراحه. جنب الوكاله. احنا ما نعرفش حد فيها يا جماعه. لا ما اعرفهمش والله، بس هو حاجتهم نضيفه. مش المخبوزات دعايه والله. لا هو مخبوزاتهم نضيفه. اهو. خلاص يا جماعه زوزة خلصت تقطيع العيش واللحمه الفحمه اتطفت. هشيلها بقى. تعالى لنا نعمل السندوتشات كده. هو بيسيب على فكره. اهو يا جماعه بقى هنعمل السندوتشات. وط ايدك تحت الشازوس اهو. اللي عاوز بقى الطحينه دي عملناها. بقى انزل لكم الفيديو بتاعها في اول تعليق اهو. عملناها كتير. دي الطحينه الاقتصاديه يا جماعه. عملناها كتير. الطحينه بالزبادي، بعملها بالزبادي عشان تبقى مغذيه. حطينا كده خلصنا سندوتشات. زوزة بقى تكمل الباقي. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم.
ولو انتوا لسه جداد في القناه ما تنسوش تعملوا اشتراك وتضغطوا على زر الجرس عشان يوصلكم الاشعارات بالفيديوهات الجديده. وتنسوش بقى تعملوا شير للفيديو ده يا جماعه، وتعملوا لايك، واستنى تعليقاتكم، ونشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم. الحاجه الساقعه